أسعد الله مساءكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة لتضافر الجهود الهادفة إلى حماية الحياة البرية. اختتام فعاليات المهرجان السنوي 12 للجالية الإرترية في قطر. أبقار الألبان المقدمة للمزارعين في مديرية هيكوتا تحقق نتائج مرضية. 160 قتيلا ومئات الجرحى في سلسلة هجمات مسلحة بنيجيريا. خارجية البرلمان التركي تصادق على عضوية السويد في الناتو. و7 قتلى ومفقودون بعواصف رعدية ضربت الساحل الشرقي في استراليا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعت سلطة الغابات والحياة البرية في التقييم الذي أجرته يوم 26 من ديسمبر إلى تعزيز دور كل مواطن في الحفاظ على موارد الأشجار والحياة البرية وتنميتها. وأفاد التقرير المقدم بأن الأسباب الرئيسية لدمار الغابات هي قطع الأشجار لأغراض الزراعة والبستنة والرعي الجائر والترحال الرعوي والاستهلاك المنزلي للطاقة والحرائق. وحول برامج الحفاظ على المياه والتربة والتشجير، ذكر الاجتماع زراعة أكثر من 5.2 مليون شجرة من أصل 7 ملايين شتلة أعدت في 37 مشتلا عام 2023، وذلك بمشاركة المجتمع والجيش والجهات الأخرى، بالإضافة إلى بناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية. وحول أوضاع الحيوانات البرية، أفاد التقرير أنه تم العثور على 262 حيوانا بريا نافقا في إقليم شمال البحر الأحمر الذي يشهد أضرار كبيرة بسبب نقص المياه والحرارة الشديدة والصيد الجائر. وذكر العمل لضمان الحفاظ على الحيوانات البرية عامة. وأوضح المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنف هبتوم أن المخاطر التي تتعرض لها الغابات والحياة البرية مثيرة للقلق، ويجب تقوية المشاركة الشعبية للحد منها. وقال إن عام 2023 شهد مشاركة فعالة من قوات الدفاع في حماية الغابات والمحميات الوطنية وتنمية الشتول وحماية التربة وحفظ المياه والتشجير، معربا عن أمله في مواصلتها عام 2024. وناقش الاجتماع خطة البرنامج الموضوعة لعام 2024. اختتم المهرجان السنوي 12 للجالية الإرترية في قطر يوم 24 من ديسمبر بحضور مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سائق، ومسؤولين حكوميين قطريين وسفراء الدول الأخرى. وتضمن الملتقى الوطني الذي استمر 5 أيام تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة، تضمن عرضا موسيقيا تقليديا ومعرضا للمواد الثقافية وندوة حول الأحداث الجارية. وفي حديثه في ندوة حول الوضع الحالي في البلاد والتطورات الإقليمية، حث مسؤول الشؤون التنظيمية السيد يوسف سائق الإريتريين الذين يعيشون في قطر على تعزيز صفوفهم والمساهمة في البلاد. وفي كلمته التي ألقاها في حفل الختام، تقدم سعادة السفير الإريتري لدى قطر علي إبراهيم بالشكر لمن ساهم في إنجاح المهرجان، مشيرا إلى أهمية المهرجان في تعزيز وحدة المواطنين ونشر الثقافة والقيم الإريترية لدى الأمم الأخرى. وقال رئيس الجالية الإريترية في قطر الرشيد ياسين إن المجتمع الذي يفتخر بتاريخه وثقافته وقيمه هو مجتمع متحضر وقوي. تم تسليط الضوء على المهرجان السنوي 12 للجالية الإريترية في قطر من خلال عرض قدمته مجموعة سبريت الثقافية القادمة من أسمرة. أفاد المزارعون في مديرية هيكوتا بأن أبقار الألبان المختارة التي تم توزيعها عليهم حققت نتائج جيدة بفضل المراقبة والجهود الشخصية للمزارعين والخبراء الزراعيين. وقال اختصاصي تنمية الألبان السيد هانس جابراي إن وزارة الزراعة تعمل على توسيع البرنامج الذي بدأ ب35 بقرة في عام 2009 لتعزيز جودة وكمية إنتاج الحليب،
وأوضح أن أبقار الألبان الموزعة تتكيف مع مناخ المنطقة ومقاومة الأمراض، مشيرا إلى ارتفاع عدد الأبقار من 10 إلى 20 نتيجة الرعاية التي وجدتها من المزارعين. وذكر المزارعون المستفيدون من البرنامج أن الأبقار الحلوب تلد سنويا وتحلب كمية كبيرة من الحليب. وأوضح مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح أن البرنامج جزء من جهود وزارة الزراعة لتحسين جودة وكمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وحثهم على اتباع النصائح المقدمة لهم ومحاولة تحسين معيشتهم. دعت إدارة مديرية بارنتو في الاجتماع الذي عقدته يوم 23 من ديسمبر لتعزيز دور المجتمع للدفع بالجهود المبذولة لتوسيع الفرص التعليمية، واستعرض الاجتماع البرامج المنفذة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والأمن والتنمية، مناديا للعمل من أجل حل نقص الفصول الدراسية. وأشار الاجتماع إلى أنه بالإضافة إلى الخدمات المقدمة في المرافق الدائمة، يتم تقديم خدمات الصحة من الكادر الصحي الجوال في جميع إدارات الضواحي، والعمل لإصحاح البيئة وبناء غرف انتظار الحوامل. وأوضح مديرية بارنتو بالإنابة السيد يماني محاري في التقرير الذي قدمه أنه على الرغم من زراعة أكثر من 11,000 هكتار في خريف عام 2023، إلا أن المحصول لم يكن جيدا كما كان متوقعا بسبب قلة الأمطار، والقيام بأنشطة نفير لحماية التربة والمياه بمشاركة أكثر من 10,000 شخص. وأضاف السيد يماني أن ضمان إصحاح البيئة وزيادة مشاركة الطلاب في المدارس وتوسيع استخدام المرافق الصحية والحد من انتهاكات استخدام الأراضي التحصيل الضريبي بشكل صحيح كانت من بين الأولويات التي تم تحقيق نتائج إيجابية فيها. في غضون ذلك أجرى سكان مديرية بارنتو بأنشطة نفير واسعة للحد من الأمراض المعدية بشكل عام، وتلك الناجمة عن نقص النظافة خاصة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قتل أزيد من 160 شخصا في هجمات شنتها جماعات مسلحة في عدة بلدات بولاية بلاتو الواقعة في وسط نيجيريا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس مجلس الحكومة بوكوس المحلية في ولاية بلاتو مانداي كاسا قوله إنه تم العثور على ما لا يقل عن 113 جثة، وكانت حصيلة سابقة أعلنها الجيش أشارت إلى مقتل 16 شخصا. وأكد المسؤول المحلي كذلك أن أكثر من 300 شخص أصيبوا ونقلوا إلى عدة مستشفيات، مضيفا أن المجموعات المسلحة المعروفة محليا بقطاع الطرق هاجمت ما لا يقل عن 20 قرية. ويضاف إلى هؤلاء القتلى في منطقة بوكوس ما لا يقل عن 50 قتيلا في 4 بلدات أخرى. واعتبرت منظمة العفو الدولية تعليقا على ذلك أن السلطات النيجيرية فشلت دائما في محاولاتها لوضع حد لهذه الهجمات المتكررة في ولاية بلوتو. صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة برئاسة رئيس اللجنة النائب عن حزب العدالة والتنمية فؤاد أوكتاي. وحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية التركي براغ أقجهبارة، حيث اطلع اللجنة على مسار انضمام السويد إلى الناتو. وعقب مصادقة اللجنة ستتم إحالة ملف عضوية السويد إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي للتصويت عليه. وفي أكتوبر الماضي وقع الرئيس رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف. لقي 7 أشخاص مصرعهم، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين من جراء عواصف رعدية ضربت الساحل الشرقي لأستراليا، حيث لا يزال التيار الكهربائي مقطوعا عن أكثر من 100,000 مسكن بحسب ما أعلنت السلطات.
وسقط القتلى السبعة في مقاطعتي كوينزلاند وفيكتوريا اللتين تعرضتا لعواصف رعدية ورياح عاتية تسببت بفيضانات وسقوط أشجار وأعمدة كهرباء. وانقلب قارب على متنه 11 شخصا بالقرب من مدينة بريسبن، مما تسبب في مصرع شخصين غرقا بحسب ما أعلنت الشرطة. وأضافت الشرطة أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود من أفراد طاقم القارب. رفعت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية الحظر التشغيلي الذي فرضته على محطة كاشيوازاكي كاريو للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية قبل عامين، مما سمح لها بالعمل على الحصول على إذن محلي لإعادة التشغيل. وكانت شركة تيبكو حريصة على إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة الذرية في العالم لخفض تكاليف التشغيل، لكن الاستئناف لا يزال بحاجة إلى موافقة الحكومات المحلية. وتبلغ طاقتها 8212 ميجاوات، وكانت المحطة متوقفة عن العمل منذ عام 2012 بعد كارثة فوكوشيما في العام السابق، والتي أدت إلى إغلاق جميع محطات الطاقة النووية في اليابان في ذلك الوقت. ورفعت هيئة الموارد الطبيعية أمر الإجراء التصحيحي الذي منع شركة تيبكو من نقل وقود اليورانيوم الجديد إلى المحطة أو تحميل قضبان الوقود في مفاعلاتها، مما أدى فعليا إلى منع الاستئناف. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم العناوين. دعوة لتضافر الجهود الهادفة إلى حماية الحياة البرية. اختتام فعاليات المهرجان السنوية 12 للجالية الإريترية في قطر. أبقار الألبان المقدمة للمزارعين في مديرية هيكوتا تحقق نتائج مرضية. 160 قتيلا ومئات الجرحى في سلسلة هجمات مسلحة بنيجيريا. خارجية البرلمان التركي تصادق على عضوية السويد في الناتو. و7 قتلى ومفقودون بعواصف رعدية ضربت الساحل الشرقي لأستراليا. سادتي سيداتي، هكذا انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.